قولوا لي برك صح نهار تاع اليوم والبرد تاع اليوم كاش مرة جزائريه ما دارت شربة عدس ولا شربة لوبيا وبيان سور معاها خبز مطلوع ولا كسره فطير. انا درت فيها واحد المطلوع خفيف واش نحكي لكم مع لوبيا بالمرقاز حريوره تشلفط. واش نقول لكم تبعوا معايا نوري لكم كيفاش ديروا هذاك المطلوع اللي بلا ما تعجنوا ويجيكم يهبل. في الجفنه حطيت مغرفه كبيره خميره، مغرفه كبيره سكر، كاس ونص تاع الماء، وكاس معمر سميده رطب تاع ماما. خدمتهم بالبغاميسه واحد 5 دقائق، غطيته خليته يرتاح مده 4 ساعات. زدت له مغرفه صغيره تاع الملح وحوالي 2 مغارف كبار تاع زيت زيتون السانوج، ونكمل نلمو بالفرينه. واختاريت فرينه الريف جديده تاع ماما، وهذا هو سر مطلوعي البنين والخفيف تاع هذه المره. حطيت عليها 2 كيسان معمرين. العجينه لازم تكون تتلاصق وتقعدوا تخبطوا فيها. نخليها ترتاح نص ساعه واحده اخرى ونولي ليها ندير هذه العمليه 2 حتى 3 مرات. واذا عندكم ان بيتران حبيتوا تعجنوا بالبيتران راح تختصروا الطريقه وتربحوا الوقت. وفي كلتا الحالتين لازم تتحصلوا في الاخير على العجينه تكون ملساء كيما هكا، تخلوها تخمر وتقرصوا خبزكم. والكميه هذه تخرج لكم 2 مطلوعات ملاح الله يبارك. رمتهم في سميد وحليتهم السوق كيكون متوسط. خليت الخبزات يخمروا، سخنت الطاجين ديالي وطيبتهم كيما راكم تشوفوا. فيه واحد الخفه ما شاء الله، والبنه ديالو ما نحكي لكمش، لازم عليكم تجربوه وتبعتوا لنا تطبيقاتكم. الى وصفه اخرى ان شاء الله. سلام.